شيكو بنزا بيقول لهم خلاص انا خلصتها ومش انت لوحدك يا ناصر يا منسي اللي بتعرف تخلص. في الفيديو هتعرف يوريشيتشي كان بيقول لبيزيرا ايه، وازاي ناصر منسي يتسبب في انذار ليوريشيتشي. اللقطة دي بتوضح لك الدوري رايح فين بالظبط. لا، يمكن اللقطة دي هي اللي بتوضح اكتر الدوري رايح فين، ولا يمكن اللقطة دي. الصبر مفتاح الفرج، ده اكتر عنوان لايق على الفيديو. وفي الفيديو كمان هعرفك ازاي ترتيب جدول الدوري قدر ان هو يتحكم شويه في نتيجه المباراه. واضح ان يوريشيتش اتعلم الدرس من ماتش الدور الاول، قال انا مش هضغط على لعيبه الزمالك وهسيبهم هم يدوروا الكره براحتهم، وهيبدا يقابل بس من نص الملعب اللي هو ميديان بلوك. في نفس الوقت معتمد جمال مستمر على طريقته، التحولات والمرتدات واللونج باص. يعني يوريشيتش ساب الكره لمعتمد جمال، ومعتمد جمال ساب الكره ليوريشيتش، وكل واحد فيهم قاعد مستني التاني يغير طريقه. علشان كده كنت بقول لك عنوان الفيديو ده هو الصبر، اللي هيصبر على التاني مين هو اللي هيكسب. في نفس الوقت معتمد جمال شغال على طريقته، المرتدات والتحولات واللونج باص. بنشوف لعيبه الزمالك وهي بتحضر ان لعيبه بيراميدز ما بتضغطش عليهم، علشان كده حسام عبد المجيد بيطلب من زمايله ان هم يزيدوا لقدام وبعد كده يبداوا يلعبوا الطوليه اللي هو اللونج باص اللي انا قلت لك عليه. وبنشوف منهم كورتين خطر، واحده لناصر منسي والثانيه لعبد الله السعيد. اما بقى بيراميدز فاعتمد على انطلاقات زلاكا وناصر ماهر وقطب، لكن كان بينقصهم دايما اللمسه الاخيره، او انها تنتهي عند فدائيه لاعب زي حسام عبد المجيد اللي كان مستعد ان هو يحط راسه تحت الاقدام، مش عشان يستعرض، لا ده عشان يحمي الشعار. ودي لقطه تبين لك وتوضح لك ان لعيبه الزمالك ناويين فعلا على الدوري. اللعب مستمر، وعبد الله السعيد بيوضح لناصر منسي ازاي هما الاثنين هيضغطوا مع بعض. وبالفعل بنشوف عبد الله السعيد بيبذل مجهود خرافي في قلب الملعب. لعيبه الزمالك بتنجح ان هي تجبر لعيبه بيراميدز على عمل الباص الخلفي. في الماتش هتكتشف ان لعيبه الزمالك بقت اذكى في التعامل مع الحكام، عارفين يتكلموا امتى مع الحكم ويتكلموا ازاي. ده كله علشان بيزيرا يعرف ياخد راحته، والمدافعين تخاف تدخل عليه زي الاول، حتى لو يوريشيتش كان شايف ان هي مش مستاهله وهو بيقول كده لبيزيرا. وبالفعل لعيبه الزمالك بتنجح في كده، لان اول لعبه بعد الكلام ده كله احمد سامي بياخد انذار، وبالمناسبه هو انذار مستحق. لكن مع الانذار بقى بنشوف ان ناصر منسي بيخرج يوريشيتش عن شعوره لما بيطالب بمراجعه الفار علشان يطرد احمد سامي لانه مش مكتفي بالانذار، وده خرج يوريشيتش عن شعوره وخلاه ينزل يتكلم بعصبيه في ارض الملعب، وده اللي خلى حكم المباراه يديله انذار. كل ده والهدوء مسيطر على معتمد جمال، مستني لحظة هو بس عارف هي هتكون امتى. والشوط الأول بيفضل يستمر على كده، مفيش خطورة كتيرة على المرميين لا هنا ولا هنا. وبينتهي الشوط الأول على كده عشان ندخل الشوط الثاني اللي فيه شبه كتير قوي من الشوط الأول. لكن قبل ما نبدأ الشوط الثاني عايز أقول لك تفصيلة اللي أنا قلت لك في أول الفيديو، إن إزاي ترتيب جدول الدوري بيأثر على سير المباراة ونتيجة المباراة. بمعنى إيه؟ بمعنى ان المباراه لو انتهت بالتعادل الزمالك وبيراميدز خسرانين، لكن مين بقى الخاسر الاكبر؟ هو بيراميدز. علشان كده هيجي وقت ولازم يجازف بالهجوم، بيراميدز لازم يهاجم. ومع بدايه الشوط الثاني شايفين لعيبه الزمالك مركزين جدا، ملتزمين بالدفاع، مفيش ضغط عالي، ماسكين لعيبه بيراميدز كويس، قافلين زوايا التمرير، بيعتمدوا على المرتدات واللونج باص زي ما قلت لك. وفي الدفاع لعيبه الدفاع بيتكلموا كلهم مع بعض وواقفين صح. ولو حصل وعمر جابر باع نفسه في لعبه هتلاقي عبد الله السعيد 41 سنه راجع من اخر الملعب بسبرنت جامد جدا علشان يعمل فاول مهم جدا مع ناصر ماهر. لولا فاول عبد الله الكره دي كانت بقت مؤثره جدا جدا في الماتش. ودي لقطه تبين لك قد ايه روح الفريق، وتبين لك ان لعيبه الزمالك مصممين على الدوري. بنشوف بعد كده 4 لعيبه واقفين على الخط مستنيين التغيير، 3 من بيراميدز وواحد من الزمالك. وبنشوف بقى بعديها معتمد جمال بيتكلم مع ابراهيم صلاح، واعتقد ان هو كان بيقول له اللحظه اللي احنا مستنيينها خلاص جت. 3 تغييرات لبيراميدز كلهم في الخط الامامي، مقابل تغيير واحد بس للزمالك شيكو بنزا، واعتقد انه ده التغيير الاهم في الموسم كله لو الزمالك فاز بالدوري.
تركيز بيراميدز خلاص هيبقى في الهجوم، معنى كده ان هيبقى في مساحات في الخلف في الدفاع، وهتبقى محتاجه لعيب سريع، فما فيش اسرع من شيكو بنزا اللي هو يقوم بالدور ده. بعدها على طول اللعب بيقف، علشان كده بنشوف كابتن معتمد بينده على عبد الله وبينبه عليه، اللعب بيبقى كله على شيكو بنزا، وبلغ زمايلك بالكلام ده. هجمه مرتده بيعملها نادي الزمالك، وبالفعل عن طريق شيكو بنزا اللي كان بيحاول ان هو ينفرد بالمرمى بيشوطها بالشمال، لكن بيصدها احمد الشناوي. لحد بقى ما بتيجي الدقيقه 84 وشيكو بنزا بيقطع كوره مهمه جدا، وبيعمل ترقيصه اهم، وبيعمل باص متقن ومهم، وفي الاهم لاخوان بزيره اللي بيسجل منها هدف الزمالك الاول. هدف جميل. بعدها اخوان بزيره بيروح يحتفل مع مشجع كان معاه علم البرازيل، واللعيبه كلها بتحتفل مع صاحب اللقطه الاهم شيكو بنزا، اللي قال لهم خلاص انا خلصت، ومش انت بس لوحدك يا ناصر يا منسي اللي بتخلص. بعدها بيراميدز بيزود كثافته الهجوميه، وده معناه ان المساحات هتظهر اكتر واكتر في دفاعهم. علشان كده برضو بتيجي كرة تانية لناصر منسي بيلعبها بالعرض لشيكو بنزا اللي بيحطها هدف، ولكن الفار بيلغي الهدف بداعي التسلل. خلاص المباراة بتنتهي على كده، لكن زي ما قلت لك في الأول عنوانها كان الصبر مفتاح الفرج، واللي عمله معتمد جمال إن هو فضل يصبر لحد الآخر، على عكس يوريشيتش اللي ما كانش ينفع يصبر أكتر من كده، لأن زي ما قلت لك التعادل بالنسبة له هيبقى أكبر الخاسرين. معتمد جمال كان ذكي وعرف يلعب الجيم كويس، وساعده في كده تركيز اللاعبين وأدائهم في الملعب. ومش عايز أنسى طبعا دور جمهور الزمالك في كل مباراة، غير الدخلات والحاجات الحلوة اللي هم بيعملوها، لكن أدائهم في المباراة فعلا يحمس أي لعيبة. في نهاية الفيديو بقى ما تنساش اللايك والشير والكومنت لو في أي ملاحظة تكتبها لي، وأشوفكم على خير في ماتش جديد. سلام.